ضابط ليه ماضي قاسي بيمسك قضية راجل مجهول بيخطف الناس ويدخلهم في مسابقة والخسارة يعني الموت. بيبدأ فيلمنا ببنت متكتفة وبيكون في قماشة على بقها وبتكون خايفة وبتعيط، وبيدخل راجل مقنع وبيقول إن العرض هيبدأ في خلال 5 ثواني وبيبدأ العد. وبنعرف إنها مسابقة اسمها الرولت الروسي، وإن اللي مربوطة اسمها فاي ومعروفة باسم أخضر، وإنها الخسرانة في أول مباراة. وبنعرف إنها أول مباراة تاريخية للمسابقة، وبيهني واحد اسمه سندمان 25 لأنه راهن وكسب الرهان. وبنعرف إن هو اللي هيختار طريقة موت الأخضر، وبتكون الطريقة ما بين منشار كهرباء أو عصاية هوكي أو حقنة. وبيديه 30 ثانية علشان يختار، وبيختار سندمان المنشار الكهرباء، وبيجي راجل مقنع وبيفصل رقبتها. وفي مكان تاني بيكون فيه 2 من أشهر المحققين في بورتلاند وهم بين وكاتي، وبيقتحموا مكان وبيحرروا طفلين من خاطفينهم، والخبر بينتشر في كل بورتلاند. وبيروح بين لبيته وبنشوف مراته نايمة على الكنبة وبيكون اسمها ليزا. ولما بتحس بيه بتقوم وبتقوله إنها فخورة بيه وإنها شافت اللي عمله في التلفزيون، وبتكون حامل وخلاص في شهورها الأخيرة. وبتكلم ابنها وبتقوله خلاص شوية وهتيجي للدنيا وهتعيش في اطمئنان علشان بابا والناس اللي زيه موجودين. وبالليل وبين نايم بتيجي مكالمة من مديره في الشغل واللي بيكون اسمه لارسون، وبيقوله إنهم لقوا واحدة اسمه فايرندال. وبيروح هو وكاتل المركز وبيوريهم فيديو لنفس الراجل اللي حاطط قناع، وبيكون وراه 2 جرين اللي ماتت وولد اسمه سام ومعروف باسم الأصفر. والاتنين بيكونوا متربطين واللعبة هتبدأ والخسران هيموت وكل الناس تراهن. واللعبة المرة دي بتكون حجر ورقة مقص، وطول البث بتبص فاي وراها، وده لفت انتظار بن وبيبدأ اللعب لكن محدش فيهم رفع ايديه. فبيجي 2 وبيكهربوهم، وتاني مرة بيعد وبيلعبوا. أول مرة الولد المعروف بالأصفر هو اللي كسب، وتاني مرة الأخضر كسبت، وتالت مرة الاتنين متعادلين، ورابع مرة الأصفر هو اللي كسب، وكده يبقى الأصفر هو اللي كسب المباراة كلها. وبيسأل بين لو قدروا يوصلوا المعلومات، لكن بتبقى لسه مباحث الإنترنت شغالة على القضية. وبنعرف إن اللي ماسك القضية اسمه باركر، وبنعرف إنه لسه جديد. وتاني يوم الصبح بيروح بين وكاتي لمباحث الإنترنت لباركر، وبيعرفوا منه إن الفيديو على الدارك ويب وإن مش سهل الوصول ليه أو للمشاهدين، لكنه بيقول لهم إنه هيراقب الموقع وإنه سباق وإنهم هيكسبوا. وبيقول لبن إنه فرحان إنه هيشتغل معاه، فبيقول له لازم نكسب السباق، وبيسيبه وبيمشي. وفي مركز الشرطة بيعرفوا إن فاي اختفت قبل أسبوعين، لكن مفيش معلومات عن الولد اللي كان معاها. وبيسأل عن الولد التاني لكن برضه بيكونوا لسه بيدوروا. وبيشوفوا فيديو قتل فاي، وبعد فصل راسها بيعلن إن هيبقى فيه متسابق تاني في المباراة التانية. وبيكون بين عاوز يتأكد إن ده حقيقي ولا لأ، وبيطلب من باركر يتأكد في أقرب وقت. وبنروح لبيت واحدة اسمها كاتيا، وبتبقى عايشة مع مامتها وابنها اللي اسمه ليف. وبنعرف إنها تنزل أول يوم شغل بعد وقت كبير، فأمها بتشجعها. وبنعرف إن هما لسه جداد في المدينة وأصلها روسي، وبتوصي ابنها إنه يسمع كلام جدته، وبتودعهم وبتمشي. وبتروح كاتيا في أول يوم شغل ليها في محل مجوهرات، وبتتعرف على واحدة هناك اسمها صوفيا. وبنعرف إنها اشتغلت قبل كده في نفس المجال في موسكو، وبتتمنى صوفيا لكاتيا إنها تنجح في الشغل. وفي مركز الشرطة بنشوف باركر بيقول لبين وباقي الفريق إنهم اتأكدوا إن البث حقيقي، وإنهم لما علوا الإضاءة شافوا ناس كتير في الخلفية ودوروا عليهم، وإن كل واحد فيهم رابط على إيديه شريطة بلونه معروف باللون اللي على دراعه. وإنهم عرفوا معلومات عن 2 بس، وهم سام كلارك ومعروف باسم الأصفر ومختفي من 6 أيام بعد ما سكر ودي مش عادته، والتاني بيكون اسمه ساشا مورجان ومعروف باسم الأزرق وكان في الجيش وطردوه بسبب إنه كان معاه مخدرات. فباركر بيقول لبين وهو متوتر إن واحد بس هو اللي هيقدر يخترق البث ده وهو لارش. وبنعرف إن لارش مسجون واللي قبض عليه بين، وكل سنة المحاميين بتوعه بيعرضوا المساعدة على الشرطة لكن بين بيرفض. وبيقول لباركر يعني انت مش قد الشغل ده، فبيقول له انهم محتاجين لمتخصص، فبيمشي وبيسيبه. وفي اخر اليوم بتوصل جين مديرة المكان اللي شغالة فيه كاتيا وبتسألها عن الوضع، وبتقول لها جين انها اتقبلت في الشغل وتيجي من بكرة. وبتفرح جدا وبتقول لها صوفيا انهم يخرجوا يحتفلوا بانها اتقبلت في الشغل. وبنشوف الراجل المقنع وهو قاعد قدام شاشة وشايف منها اكتر من شارع، وكمان بيكون في اوضة فيها ناس كتير.
وبيشوف صوفيا وكاتيا وبيلاحقهم بالكاميرا. وبعدين صوفيا وكاتيا بيروحوا المطعم وبيتكلموا، وبتعرف صوفيا إن كاتيا عايشة مع أمها وابنها وإنهم نقلوا قريب للمدينة دي. وبيطلعوا وبتركب صوفيا عربية وبتمشي. أما كاتيا فبتمشي للبيت، وبنشوف الراجل المقنع شايفها والكاميرا بتتحرك وراها. وبتكون حاسة إن في حد وراها لكنها مش شايفة أي حاجة لحد ما بيطلع قدامها راجل ملثم. وبتحاول تهرب منه وتطلب المساعدة، لكن بيجي 2 تانيين وبيقدروا يخرجوها وبيودوها الأوضة مع باقي المخطوفين. وتاني يوم بتقوم كاتيا وبتشوف المكان اللي هي فيه، وبتكون رجليها مربوطة، وبيكلمها ساشا وهو نايم على جنبه ومتغطي. وبيتكلم بصوت واطي وبيقول لها ما تتحركش وما تتكلمش، ودي الطريقة الوحيدة للكلام. ولما بتسأله هما فين دلوقتي ما بيبقاش عارف. وبيحاول يهديها وبيعرفها إن كلهم عاملين نايمين علشان هم مراقبينهم دلوقتي علشان هي لسه جاية. وبيقول لها إنهم هيحاولوا يخرجوا من هنا ومحتاجين قوة كل اللي موجودين. وبيعرض الراجل المقنع فيديو وقت خطف كاتيا في بث، وبيكلم المشاهدين إن مفيش حد قدر يهرب منه، وإن المباراة بكرة وكاتيا هتاخد لقب الأخضر 2. وبيقرر بين بعد ما شاف الفيديو إنه يستعين بلارش. وبنروح للسجن وبيطلعوا لارش من الزنزانة وبيودوه أوضة وبيقابل بن. وبنعرف إنه اتقبض عليه بسبب إنه كان بيقتل ناس علشان المتعة، وبيعرض الفيديوهات على الدارك ويب برضه. وبيحكي بين تفاصيل اللعبة للارش، ولارش بيقوله إن الراجل ده راجل استعراضي وإنه لازم يصبر علشان يقدر يقبض عليه. وبيقوله إن أضعف وقت يقدر يدخله وقت البث ولازم يستغل الوقت ده. وبيوصلوا لمعلومات كاتيا، وبيروح بين وكاتي لأمها وبيطمنوها إنها لسه عايشة وهترجع قريب. ولما بينزلوا من عندها بيشوف بين المكان اللي اتخطفت منه كاتيا، وكاتي بتطلب ناس علشان يرفعوا البصمات. وبينده الراجل المقنع على كاتيا إنها تروح لأوضة اليوميات، وبيسألها هي ليه عايزة تعيش، فبتقوله هي بتعيط علشان ابنها اللي اتولد من غير ما يعرف أبوه، وهي عايزة على الأقل يعرف أمه. وبيجيب حديدة عليها لوجو اللعبة وبتكون محمية في النار، وبيحطها على رجليها وبيرجعوها للأوضة. وبنرجع لاسم الشرطة وبنعرف معلومات عن باقي المخطوفين، أليكس شامبرز واللي بيكون سواق تاكسي ومعروف بالأبيض، وكلوي ديمن واللي بتكون مدرسة ومعروفة بالأحمر، وويليام أليز حارس أمن ومعروف بالبني. وبنعرف إن مفيش أي حاجة مشتركة ما بينهم، وده بيخلي الضباط متوقعين خطف أي شخص. وبيطلب منهم لارسون إن الأخبار ما تطلعش لوسائل الإعلام. وبيجي باركر وبيقول لهم إن في بس الساعة 10 النهاردة وإن المشاهدات زادت. وبنشوف مشاهدين من كل بلاد العالم تقريبا وبيتفرجوا على البث، وبتبدأ المسابقة. وبنشوف الستة قاعدين حوالين ترابيزة وفي مسدسين، وكل 2 قصاد بعض بيمسكوا المسدس وهيضربوا على نفسهم. وبنبدأ بالأصفر سام والأزرق ساشا، ولما بيرفضوا الأول بيكهربوهم. وبيرجعوا يحطوا المسدس على دماغهم وبتشتغل موسيقى، ولما بتقف مطلوب منهم يضربوا على نفسهم. وبيكون المسدس الأولاني فاضي. وبيتنقل المسدس للي بعدهم اللي هما الأحمر كلوي والبني ويليام. وبرضه بتشتغل موسيقى، ولما بتقف بيضربوا على نفسهم. وبيكون في رصاصة في مسدس البني ويليام وبيموت. أما كلوي فمسدسها بيبقى فاضي. وفي الآخر آخر 2 الأخضر كاتيا والأبيض أليكس بتبدأ الموسيقى. ولما بتقف بتضرب الأخضر وبيبقى المسدس فاضي هو كمان، والأبيض بيتأخر. ولما بيضرب بيطلع منه علم إنه الخسران. وبيكون في بس تاني هيكون لاختيار طريقة موت الأبيض. وفي نفس الوقت بيحاول بين وباركر إنهم يخترقوا البث والمراهنين لكن ما بيقدروش. وبيطلب بين لارش علشان يساعده في الاختراق، وبينجح بعد شغل كتير جدا. وبيقدر يخترق الكاميرات اللي في المكان. ولما بيتأكد من لارش إنه مش مكشوف بيقوله عيب عليك، أمال أنت جايبني ليه؟ وبعدين بيوصلوا لقائمة المراهنين وكمان الناس اللي بتتفرج وإنهم مش متشافين. وبعد شوية بيبدأ بس موت الأبيض، وبيطلع الراجل المقنع وبيرحب بالمشاهدين وبيرحب بالناس الجديدة اللي هم شرطة بورتلاند. ولما بيستغرب بين إنه إزاي عرف بيقوله لارش إنه بيبقى بيتوقع أو عنده إعدادات أجهزة عالية علشان يعرف منها. وبنرجع للبث وبيختار الراجل المقنع الكسبان بالرهان، وبيعرض عليه 3 طرق للموت. الطريقة الأولى بتكون مسدس أو سهم أو منظف، ويختار في 30 ثانية. وفي الوقت ده بيقول لارش لبن إن الراجل المقنع بيكسب ثقة الناس، فبن بيبصله وهو متعصب وما بيتكلمش.
هو بتعدي ال30 ثانية وبيختار المراهن المنظف وبيحاول يشربه للأبيض لكن بيقفل بقه وبيرفض، فبيدوله حقن مخدرة وبيشرب وهو متخدر، وأول ما بيشرب بيطلع ريم من بقه وبعد كده بيطلع دم وبيموت. وتاني يوم بيوصل الخبر لوسائل الإعلام والمكتب الفيدرالي بيتولى القضية، وبين وفريقه بيبقوا معترضين، لكن لارسون بيكون عاوز يحل القضية في أسرع وقت ومش فارق معاه مين هيمسكها، وبيدخل فريق من المكتب الفيدرالي وبيعرفوا آخر أخبار القضية. وفي المخزن بيقول ساشا لكاتيا إن نفس الشخص ده هيبقى معاه المفتاح وبيبقى واقف في المكان، وإنهم لو قدروا يتغلبوا عليه هيعرفوا يخرجوا، ده بيكون وقت التمرين أو وقت اللعبة. وبتسمعهم كويلي وبتقول لهم إنها عايزة تساعدهم لكن كده كده هيموتوا. وبيكمل سام وبيقول لهم إنهم لازم يتفقوا على إشارات. أما الراجل المقنع بيبقى سامحهم وبيأمر كاتيا إنها تروح أوضة اليوميات وكمان رجالته يضربوا كويلي على رجلها. وبيعملوا مؤتمر صحفي وشرطية من المكتب الفيدرالي بترد على الأسئلة وبتأكد إنهم هيقبضوا على الراجل المقنع. ولما بتسأل إن كده ممكن أي حد يبقى المتسابق التاني بتقول إنهم مش هيسمحوا إن ده يحصل. وبيعرض الراجل المقنع 4 أشخاص للجمهور يختاروا ما بينهم المتسابقين الجداد. أما الضابط الفيدرالي فبيقترح إنهم يراقبوا ال4 أشخاص علشان يقبضوا عليه، لكن بين بيكون متعصب جدا وفريقه بيشتغلوا إنهم يوصلوا لل4 أشخاص علشان يحموهم. تاني يوم الصبح بيوصل خبر للمركز إن في 2 اختفوا غير ال4 اللي في الفيديو، وبيوصل الخبر للصحافة وبيسألوا بين وما بيكونش عاوز يجاوب، ومع تكرار الأسئلة من الصحافة وإن ممكن اللي جاي يبقى أمه أو أخته بيتعصب وبيزق الصحفي. فالخبر بينتشر في كل حتة وبيوصل الراجل المقنع، ولارسون بيطلب من بين إنه يقعد في البيت الفترة دي علشان كمان ممكن ليزا تكون في خطر. أما المتسابقين الجداد اللي وصلوا وهم بنت اسمها إيمي وهتكون الأورنج، وراجل كبير اسمه راي وهيبقى الأبيض. وبتكون إيمي عارفة المسابقة وبتبقى مرعوبة وعمالة تزعق، وكاتيا بتقول لها نفس اللي ساشا قاله لها من أول يوم، وبعد كده بينده عليها الراجل المقنع لكن هي ما بتردش عليه. وبتقول لها كاتيا إنه بيناديها لكن بتخاف وبتحاول تطمنها كاتيا، لكن بيجوا رجالة الراجل المقنع وبياخدوا إيمي وبيكهربوا كاتيا. وبيتم الإعلان عن البث المباشر الساعة 6، ومدير الاستخبارات الفيدرالي بيقول لهم إنهم مش هيروحوا النهاردة غير ومعاهم مكان المخزن. ولما بتبدأ الحلقة بيبدأوا يدوروا عن الموقع، وبتبدأ مباراة جديدة، كل 2 قصاد بعض هيحدفوا على بعض كورة فيها سلك شائك واللي هتيجي فيه هيبقى خسران. وأول 2 بيكونوا الأخضر والأصفر. وفي بداية اللعبة ما بيحدفوش الكور جامد فبيهددهم الراجل المقنع إنه كده هيكهربهم، فبيضطروا إنهم يلعبوا والأخضر هي اللي بتتصاب. وبعدين بيكون الأزرق والأورنج هي اللي بتيجي فيها الكورة. وفي الآخر الأبيض والأحمر وبتبقى مش قادرة تقف على رجلها وهو بيقول لها أنا خسران، فبيحذروا الراجل المقنع من عدم اللعب، لكنه بيقول له أنا خسرت، وبتقع حتة من السلك الشائك وبياخدها، وبيعلن الراجل المقنع عن النهاية وفي انتظار الحلقة الجاية. وبيوصل باركر للمكان وبتتحرك قوات للمكان، وفي نفس الوقت ده بيبقى فيه بث مباشر لعرض النتائج. وبيكونوا الأحمر والأبيض على كرسي ومتعلقين في حبل المشنقة وهيختار ما بينهم علشان يموت، وبيرحب بكل المشاهدين وبيرحب ببين وفريقه والاستخبارات الفيدرالية وبيطلب إنه يرد عليه. وبتكلم كاتي بين وبتعرفه وبتروح له هي وباركر البيت، وبالاتفاق مع الاستخبارات الفيدرالية وفريق الهجوم كتب بين تعليق إنه موجود للراجل المقنع. هو بيرحب بيه تاني وبيطلب منه يختار يموت مين من الاتنين من غير مراهنات. وبيتواصل بين مع فريق الهجوم اللي بيبقى فاضله 5 دقايق بس، وبيكون الراجل المقنع مستني رده وبيحط له توقيت دقيق، ولو مردش عليه هيقتل الاتنين مع بعض. هو بيكلم فريق الهجوم التاني وبيبقى فاضل دقيقتين بس لكن بيقول لهم يسرعوا. هو بيوصلوا لكن المكان بيبقى فاضي، وقبل الدقيقة ما تخلص بثانية بيبعت بين إنه هيختار ينقذ الأحمر. الراجل المقنع بيزق كرسيها هي وبتموت، وبيعرفوا إنه حطله عنوان غلط وإن خلاص الحلقة الجاية هتبقى آخر حلقة في الموسم وكل اللي في المركز بيكونوا مصدومين. وبالليل راي بيلوم نفسه إنه كان المفروض هو اللي يموت وبينتحر بالسلك الشائك اللي أخده. وتاني يوم الصبح بيكتشفوا إن الأبيض انتحر، وبيقرر الراجل المقنع إنه يسيبه مكانه شوية علشان المشاهدين يشوفوه. وفي بيت بن بتجيله رسالة من لارسون إنهم محتاجينه، وهو خارج بتجيله عروسة روسية. وبعدين بن بيوصل المعلومات للارسون وبيروح للمركز وبيقول لهم لارسون إنهم لازم يراجعوا كل التفاصيل علشان يقدروا يقبضوا عليه. وبتقوم كاتيا مخضوضة لما بتشوف الراجل المقنع في وشها وبيعرض عليها إنها تروح معاه لأوضة اليوميات تاني علشان كمان تقول حاجة لابنها.
وبتقول كاتيا لساشا إن الشرطة بتتفرج على البثوث وإنهم كمان يقدروا يكلموهم ومحدش يعرف إن سمية ابنها بالقط الصغير. وبياخدوها لأوضة اليوميات وبيتكلم معاها الراجل المقنع عن موت السيد الأبيض خلاها تشعر، فبترد عليه بنفس السؤال خلاه يحس هو بإيه. فبيقول لها إنه ممكن يكون أنقذه من المتاعب وإنه مش متخيل إنه يعمل حلقة كاملة وفي الآخر المتسابقين يقتلوا نفسهم. ولما بتسأله هو ليه بيعمل كده ما بيردش عليها وبيسألها سؤال هي بتحس بإيه لما بتشوف حد بيموت قدامها، فبتقوله إنها بتفكر في اللي وحشينها واللي هي أمها وعيلتها وابنها وزمايلها في الشغل. فبيسألها لو كانت خايفة من الموت فبتقوله إنها ما بقتش خايفة، فبيشكرها وبيقول لها إنها رجعت الحماسة للعبة تاني وإنه هيخليها ترجع تحس ده تاني. وبيقفل البث بعد ما بيعرفهم إن الحلقة الأخيرة خلاص النهاردة. وبنروح لمركز الشرطة وبنشوف بن بيتفرج على فيديو كاتيا الأخير وبيلفت نظره إنها وحشها زمايلها في الشغل وهي اشتغلت ليوم واحد بس، وبيقرر يروح للمحل. وبيروح للمحل وبيطلب من صوفيا التعاون معاه وبتاخده أوضة ما فيهاش كاميرات وبتكتب له على ورق إنها ما فيهاش كاميرات لكنهم سامعينها. وبيعملوا إنهم بيتكلموا في حاجة عادية وهي بترد عليه وبتكتب له على الورق إنهم خاطفين ابنها وإنها عارفة المكان اللي بيتبث منه المسابقة. وبترسم له في الورق الطريق وبيشكرها وبياخد الورق وبيروح على العنوان. وبيعرف كاتي وهي بتقوله تبعت له الدعم لكن هو رفض لحد ما يروح علشان ما يلفتوش النظر. وفي نفس الوقت ده بتبدأ الحلقة الأخيرة والمسابقة هي لعبة قوة ما بين أول اتنين وهما الأزرق والأصفر، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض وبالاتفاق ما بينهم كل واحد بيجري على الاتنين اللي بيصوروا وبيضربوهم. أما إيمي وكاتيا فبيضربوا اللي كان واقف جنبهم. وبياخد الأصفر مسدس قتل واحد بيه وفي نفس الوقت ده دخل واحد تاني ولما حاول يقتله ما كانش فيه رصاص ولكن للأسف اتقتل بيه، وساشا بياخد مسدس وبيقتل الراجل وبيفك الأخضر والأورنج رجولهم. هو بيوصل بين في الوقت ده وبتكلموا كاتي وبتعرفوا إنهم بيحاولوا الهرب وبيسمع صوت ضرب نار. وبيعرفوا إن كل المسدسات ما فيهاش غير طلقة واحدة بس، وبيخرجوا التلاتة وبيجروا لكن الأورنج في حد بياخدها. وبيجري ساشي وكاتيا ولما بيطلعوا بيطلع راجلين قصادهم وبيحاولوا يهربوا منهم لكن كاتيا بتتصاب بسكينة. وبيتصاب ساشا في قلبه وبيفضل ماسك في الراجل وبيقول لكاتيا تهرب. وبيدخل بين المخزن وبيطلب الدعم وبتوصل كاتيا الباب لكن بتلاقيه مقفول، وفي نفس الوقت ده بتشوف بين وبيقول لها ترجع لورا علشان يقدر يفتحه. ولما بيفتحه بيطلب منها تطلع والنجدة جاية، وبيقول لها ان هو هيتعامل معاهم. وبيدخل وبيقتل الاتنين اللي كانوا مع ساشا وبيلاقيه ميت. وبيدخل وبيقتل كل اللي بيلاقيه في وشه لحد ما بيوصل للأوضة وبيشوف الراجل المقنع قاعد وموجه المسدس ناحيته. وبيقوله إن الدعم جه وإنه في الحالتين هيموت. وبيستفزه وبيجيب سيرة أخته وأمه وإنهم ماتوا على إيد واحد اسمه بيري. وبيقوله إنهم ماتوا بطريقة صعبة وبتيجي ذكريات مرعبة في دماغه وبيقتله. ولما بيتقدم بيكتشف إن اللي قتله تبقى إيمي وإن الراجل المقنع كان رابطها في الكرسي ومثبت أطرافها بمسامير، وإنه كان بيكلمه من فيديو وكل ده بيتعرض مباشر، وإن بكده تبقى دي نهاية الموسم الأول. وبيطلع الراجل المقنع وبيركب العربية مع صوفيا، وبترجع كاتيا لابنها وأمها. وبكده بيبقى وصلنا لآخر الموسم الأول وفي انتظار نزول الجزء التاني. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة وبيعلمنا إن إحنا مش لازم نثق في أي حد أبدا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها.